كابتن مجدي عبد الغني. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يا نهار ابيض، حاسبن على طول. حاسبن دي حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله ربنا يجيب لي حقه منه، هيجيب لي حقي منه في الدنيا باذن الله، واشوفه قدام عيني، وفي الاخره باذنك يا رب. ياه، ليه يا كهربا كل ده؟ عشان موضوع العادي بتاعه هو عارف. الراجل طلع دافع عن نفسه معايا وقال انا ما. والله العظيم انا حسبي الله ونعم الوكيل فيه مليون مره، وربنا هيجيب لي حقي قدام كلمه عينيا. قاسيه جدا يا كهربا. انا بدعي عليه على طول. بتدعي عليه على طول؟ ما اتكلمتوش مع بعض؟ ما قابلتوش؟ ما قلتلوش يا كابتن مجدي لا انت لا ليه لا. عملت كده؟ انت ليه؟ ده انا مكلمه اصلا قبل الموضوع، قال لي لا اطمن مفيش اي حاجه من الحاجات دي. قال لك اطمن؟ قال لي والله مفيش حاجه من الحاجات دي، انت عقدك شيء. ظلمك ليه في سطر؟ ظلمني اللي هو وثق العقود اصلا. العقد ممضي من زمان. العقد ده لونه غير اللون. كهربا لما يجي يتكلم بيقسم بالله انه العقد اللي اتلعب فيه بتاع الزمالك، والزمالك الناحيه الثانيه بيقول لك ما هو كان ماضي فعلا. انت عندك معلومه ان او يقين او مش يقين، عندك معلومه يعني قويه في العقد بتاع كهربا في 2017؟ طبعا العقد القديم وانا اللي كنت نشرته، عقد كهربا القديم بمشتقاته مره واثنين وثلاثه، وانا حتى وقتها كلمني رئيس نادي الزمالك قال لي ما تتكلمش في الموضوع، قلت له هتكلم يعني. ولكن في النهايه تم التلاعب في عقد كهربا، تم التلاعب. قلت انه تزوير حصل، قلت انه تزوير حصل، وفي تزوير حصل. بيطلع الناس تقول ان العقد مش مزور اهو اتوثق. التزوير اللي حصل انه حضرتك رحت تأيد لعيب في اتحاد الكوره، لعيب مضى في 2017، فالطبيعي انك بتوثق هذا العقد في خلال شهر طبقا للائحه. انت رحت وثقته بعدها بسنه علشان ما تدفعش رسوم توثيق، وعلشان اهو العقد معاك، وعلشان انت الاداري نسي مثلا. فلما راحوا اتحاد الكوره خلاهم دفعوا وصل في البنك، وجابوا الايصال وقال لك الزمالك سدد الرسوم وتم قيد اللعيب. حضرتك انا بقول معلومه وعارف وهي يقين. انا في موضوع كهربا دي انا بعتبرها شهاده مش معلومه، لان انا حاضر الوقائع كلها يعني، وانا الوحيد اللي كنت بتكلم. إلى جميع السادة، انقذوا نادي الزمالك. الموضوع مش هزار ولا تحفيل ولا لجان ولا سوشيال ميديا. أرجوكوا اقفوا جنب نادي الزمالك. بجد الموضوع خطير جدا.